حصل حاجة اسمها نقص رأس المال الاجتماعي، لأن لما بيكون الأمان موجود بنبقى احنا أكثر قدرة على مواجهة المشاكل. نمط يعني إيه؟ يعني رد فعل سلبي جاهز متحضر لأي موقف. مبقاش مهم احنا بنتخانق على إيه، المهم إن أنا أحافظ على شكلي وإن أنا أطلع، مش أنا أطلع غلطان. ولما التاني بيعرف ويقبل وده يعرف ويقبل، ما هو ده بقى بداية إيه؟ إن يبقى في أمان في العلاقة. دكتور أشرف، ازي حضرتك؟ الحمد لله. نبدأ المرة دي كده من عند ايه التغير اللي حصل في المجتمع من وجهة نظر حضرتك ومأثر على موضوعنا في العلاقة الزوجية؟ حصل حاجة اسمها نقص رأس المال الاجتماعي. نقص رأس المال الاجتماعي اللي هو عبارة عن ان احنا قدرتنا ان احنا بنعمل علاقات اجتماعية وثيقة ومشبعة وداعمة، ونكون عايشين في مجتمعات داعمة لينا. ده دلوقتي ما عادش موجود زي الأول وقل جدا، فبالتالي بقى الضغط على الجواز وعلى أطراف الجواز أعلى، لأن بقى كل طرف شايل شيلة ضخمة في مهمته إنه يشبع الآخر ويهتم بيه ويرعاه ويعمل له كل حاجة. الأول كان المجتمع بيشارك في ده وكان واخد جزء مهم من ده، لكن الاثنين دلوقتي بقى هما كل واحد فيهم تقريبا يعني 90% من احتياجاته التاني هو اللي المفروض يلبيها له. فبقى الحمل والضغط عليه، زائد بقى ضغوط الحياة اللي زادت كمان. فبقى هنا ممكن يحصل نوع من التقصير شوية في الإشباع. فهل يا ترى الطرفين هيتقبلوا ده ولا مش هتقبلوه ولا ايه بالظبط؟ زي فكرة لما تكون انت عايش في بلدك وتضطر انك تهاجر تروح مجتمع تاني مش بتاعك، ومفيش بقى الا انت ومراتك وعيالك، والبقية المجتمع لا لا تنتمي اليه او مش حاضر وداعم ليه. فهنا بقت المؤسسة دي هي اللي المفروض ترجح نفسها بنفسها بقى. فهنا الضغوط العالية دي ممكن تخلي الاثنين يجوا في وقت من الاوقات ينهكوا جدا، فبالتالي يحصل تقصير. هنقبل بقى ده ونتجاوز عنه ونكمل ولا هيحصل ايه؟ ده المشكلة اللي حصلت دلوقتي في المجتمعات بتاعتنا. يعني اقدر اقول ان المشكلة مش بس انه شكل الحياة وضغوط الحياة بقت اكتر من قبل كده، لكن حصل انسحاب كمان للبيئات اللي كانت بتدعم الزوجين في العلاقة بتاعتهم. ده واضح خالص. يعني كان يعني الناس الجيران كانوا بيلعبوا دور مهم جدا. دلوقتي انت ممكن يبقى جارك ده اللي ساكن جنبك انت مش عارفه. حقيقي. يعني ممكن بقى احد المشكلات اللي مثلا ممكن الواحد يواجهها، مثلا ان انا مثلا نازل الصبح لقيت عربيه راكنه ورا عربيتي مثلا، وانا عارف ان دي عربيه حد في العماره بس ما اعرفش فين الشقه ولا بتاعت مين. فهصحى الصبح خبط الشقه كلها عشان يقول تعالى شيل عربيتك. للدرجه دي ان انا عارف العربيه دي بتاعت حد معين، طب اشوفها بتركن تحت عارف انها حد، لكن هو مين بقى؟ فده هنا مفيش زي الاول احنا كنا عارفين بعض تماما متداخلين مع بعض، ولما كان بيحصل مشكله حتى بين ازواج كان بيتم حلها داخل المجتمع ده. يعني كان بيحصل ساعات مشاكل، وده واقع احنا عشناه وشفناه. كانت المشكله تحل داخل العماره، ما كانش حد يعني بيجي من بره، كان الناس بيتعاونوا في ده، فكان كان المجتمع بيشيل بقى معاهم. فكانت الحكايه بتبقى اسهل شويه. دلوقتي لا، ده مش موجود، فبالتالي بيبقى الضغط عليهم عالي. فكل طرفين في العلاقه بقى مشدود ما بين ضغوط الحياه بره وما بين ان هو بيشيل حمل جوه العلاقه وجوه البيت. كان زمان المجتمع بيساعد في ده بالظبط، والعائلات واللي كانوا بيعيشوا في عائلات كبيره وبيوت كبيره كان لها طبعا مزايا وعيوب. طبعا فكده، لكن بس كان اللي هو الدعم ده موجود، ده بيقلل شويه اللي هو الايه، زي ما بيقولوا كده بيئه حاضنه. بالظبط. فده اللي هو ده التغير اللي حصل وضغط على المنطقه دي في العلاقه. ايه اهم حاجه واهم سمه لازم تتوافر في علاقه الجواز عشان نقدر نقول انه العلاقه دي هيكتب لها التوفيق او هتنجح؟ انها تكون امنه. كل طرف فيها حاسس بالامان، وكل طرف فيها عنده ثقه ويقين ان هو متشاف، متقدر مشاعره، الطرف الاخر مشاركه وجدانيا، داعم له، جاهز انه يلبي رغباته واحتياجاته قدر المستطاع، وان هو مش هيخذله. دي سمات العلاقه الامنه اللي بتبقى موجوده. بعض الناس بيقول يعني احنا نتيجه ضغوط الحياه ونتيجه اللي احنا عايشينه دلوقتي
انا مش هقدر البي ده واعمل ده وبتاع، ويقول كده. فنقول له على طول كده، هو انت ومع اولادك ما انتش كده؟ هيكتشف ان هو كده. طب لما هو كده انت قادر تدي ده في جهه، طب ما انت بالتالي ممكن تدي في الجهه الاخرى. فمش ما عندكش، انت عندك، بس ليه بقى هتبقى تفرق هنا؟ هنا بقى الاراده انك انت تعمل ده. يعني انا هقول لك على حاجه كده، موقف افتكرته حصل مع بنتي. مره كنا مسافرين رايحين نحضر لقاء في القاهره، حاجه علميه يعني كده، ومجموعه دكاتره زمايلنا وكده يعني. بس بقول لهم طبعا السؤال التقليدي والروتيني، مش عايزين حاجه. فمراتي قالت لي لا شكرا، تيجي بالسلام. بنتي قالت لي انا عايزه بليله من عند حد كده بره المنصوره. فمامتها قالت لها انت عايزاه يوقف الاتوبيس وينزل ويجيب لك البليله ويعطل الناس؟ قالت لها هيوقفه بمنتهى الثقه. وده نوع الامان بقى، اللي هو انا هعمل لها اللي هي عايزاه ومش هخذلها. ومش بس كده، ان لو ما جبتش هي واثقه 100% ان انا عملت اللي تقدر عليه. بالظبط كده. مش اهملت او ترش او ما رضيتش اعمل ابذل جهدي ولا حاجه. ده اللي هو لو موجود بقى بين الزوجين هيخلي العلاقه لها طعم اخر. الامان. عدم وجوده بيبقى يمثل كارثه في العلاقه. انا معجب جدا بالمشهد اللي حضرتك قلته. يعني هي ما جالهاش لحظه تردد انك مش هتعمل ده، لا انت هتجيب. وهجيب وانا حابب ان اجيب كمان. يعني انا متخيل الامان ده لو موجود فعلا بالشكل ده في علاقه الجواز ما بين الزوجين، فرق كبير. طبعا. عدم وجوده بقى لا، بيخلي الدنيا مختلفه خالص. لان لما بيكون الامان موجود بنبقى احنا اكثر قدره على مواجهه المشاكل، واكثر مرونه في التعامل معاها، واكثر قدره ان احنا نعبر عن مشاعرنا وعن احتياجاتنا وعن رغباتنا. ونكون برضو اكثر قدره على ان احنا نواجه المشاكل الخارجيه وضغوط الحياه. واكثر قدره ان احنا نشتغل علشان نلبي طموحاتنا. وانا الجبهه الداخليه عندي مؤمنه. فلما تكون الجبهه الداخليه مؤمنه هستطيع ان انا اخد اي معارك او اي حروب خارجيه او اواجه اي ضغوط خارجيه. ظهري محمي. بالظبط. ودايما حتى في اللي هو الحاجه، بس فكره انك انت تكون مهدد داخليا اقوى من التهديد الخارجي. يعني حتى على مستوى الطب، الغزو الجسم من بره عن طريق فيروس او عن طريق ميكروب او كده، التعامل معاه اسهل من يكون المعركه داخليه زي مرض السرطان. ده حقيقي. والنتائج هنا اعلى من هنا، نتائج العلاج. فبالتالي لو انت عندك الجبهه اللي بيت عندك مش متماسك، هتبقى فيه مشكله حقيقيه. ده حقيقي. لو فقدنا الامان هيبقى فيه مشكله حقيقيه ما بين الطرفين. لان هيبتدي كل طرف فيهم يشوف المساوئ اكتر من يشوف الحسنات، وتبتدي المساوئ تكتر ويركز عليها، وغالبا ما هتحتل الصوره كلها. وينسى ايجابيات الطرف الاخر، وينسى اللحظات الايجابيه اللي حصلت. ده شبه كده الجانب الاخر له، اللي هو الافتراضات اللي بتبقى موجوده في الاول، نبقى شايفين حاجه واحده بس مليانه طموح مليانه امان، وبعدين نكتشف انه التوقعات دي مش حقيقيه قوي ومحتاجه انها تكون واقعيه. نفس الكلام هنا لما بتحصل غياب الامان، ابدا اشوف بس السلبيات وهي اللي تغطي على الرؤيه كلها، ما بقاش شايف اي حاجه تانية ولا اي رصيد تاني قبل كده. عشان كده لما بتحصل مشكله احنا ما بندورش على حل المشكله. لو في امان في العلاقه هندور على حل ليها، ومش هنخبط في اساس العلاقه، ويبقى سهل ساعتها ايجاد حلول. لكن لو مفيش امان، لا، انا مش هدور على المشكله، يبقى دي مجرد انها حاجه كده موجوده، وهنخبط غالبا في اساس العلاقه. ويحصل تفاعلات سلبيه. التفاعلات السلبيه دي في الاول تبقى بطيئه وقليله. مع الوقت وتكرار نفس النمط ده واحده واحده واحده، تتحول من تفاعل لنمط.
نمط يعني ايه؟ يعني رد فعل سلبي جاهز متحضر لاي موقف. مبقاش مهم احنا بنتخانق على ايه، اي سبب صغير مولع الدنيا. وساعتها ما بقاش مهم احنا النقطه اللي بنتخانق عليها دي ايه، لان كل واحد فيهم خلاص ما فيش امان. فكل واحد فيهم دلوقتي قاعد بيدافع عن نفسه، وبدأ بقى اللي هي فكرة مين المخطئ ومين الضحية ومين اللي عمل كذا ومين اللي عمل كذا، وتفاصيل كتيرة جدا بنغرق فيها ما نوصلش لحلول. ويفضل ده التفاعلات السلبية دي والأنماط السلبية دي تاكل في قاعدة الأمان لحد ما تختفي. فما عادتش الحكاية ان احنا عايزين ننجو بالعلاقة على قد ما انا عايز على الاقل انفي التهمة عن نفسي. فبقت خناقة ما بين اتنين. ما عادش يعني الوقت مش مهم العلاقة، مش مهم الطرف التاني، مش مهم الحفاظ عليه. المهم ان انا احافظ على شكلي وان انا اطلع، مش انا اطلع غلطان. لان خلاص انا شيطنت التاني، انا بقيت مش فاكر له غير السلبي. بدأت بقى هنا بقى فكرة اللي هو الايه النمط بتاع ايه التفاعلات السلبية دي. طب انا قبل ما نروح عند الانماط، انا عايز ارجع بس كده عشان تبقى الامور واضحة. ايه هي لو هنحطها في نقاط يعني السلوكيات اللي بتنزع الامان من العلاقة؟ اول حاجة ان انا اسخف مشاكل الاخر. ما اسمعلوش كويس لما يتكلم، ولو سمعت له اسمع له بهدف الرد على كلامه، مش ان انا اتفاعل معاه وجدانيا. ما اسمحلوش ان هو يعبر عن مشاعره وافهم يعني واتفاعل معاه في المنطقه دي. ما هواش قادر، انا مش قادر اكون داعم له، وبالعكس ده انا دائم الانتقاد له والتأنيب. ولما ده بيحصل على طول جرس الانذار بيرن في المخ ان في خطر. ما هو ما دام هيفضل يأنب فيا ومش عاجباه حاجه وكده، يبقى اكيد بقى هو بقى في مسافه وبيبعد. يبقى هنا خطر الافتراق بقى واضح او بقى موجود في الفكر. طب ما انا كمان لازم اجهز نفسي انا كمان للخطر ده، وابتدي انا كمان انا أأنب وانتقد. فتبقى الحكايه مباراه ما بيننا احنا الاثنين، مين اللي يكسر في الثاني اكتر حاجه مرعبه في اللي حضرتك بتقوله دوت، انه حسب ما انا فاهم يعني انه ده بيحصل جوانا واحنا مش واخدين بالنا. ما احنا مش فاهمين ايه اللي حاصل. احنا فجاه بالليل نفسنا عمالين بنعمل في بعض كده، مش واعيين. لا. وحتى لو واخدين بالنا العلاقه بتقع مننا مش قادرين نوقف ده. ان بقيت انا مهتم اصلا بمشاعري انا ومهمل مشاعر الاخر، ومهمل التاثير السيء على الاخر، ومهمل التاثير السلبي على العلاقه. انا مش شايف غير ان انا يعني اللي يخصني واللي قدامي ده انا شيطنته خلاص. بقى يا اما في نظري قريب مش فاهم، يا اما عدو بيجرح. اوكي. فخلاص احنا دخلنا بقى في لعبه اللي هي الايه الانماط السلبيه اللي هي اوتوماتيك هتحصل مع اي مشكله صغيره. مش هنتصرف على اساس المشكله، لا، هنتصرف على اساس التاريخ الموجود جوه كل واحد فينا. ده يعني حسب ما فهمت حاجه كده، انه تكرار المواقف السلبيه دي او العوامل اللي بتنزع الامان من العلاقه بعد شويه ده هيحولنا من سلوكيات سلبيه لانماط سلبيه، نمط كامل انا موجود بيه وشغال بقى 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع. طيب ايه هي الانماط السلبيه دي؟ هما نمطين رئيسيين. اول نمط هجومي متطلب، صوته عالي، عدواني، لوام، منتقد، لاذع الانتقاد، وطول الوقت يهدد بالترك. ده النمط الاولاني. النمط الثاني مفيش تفاعل معاه، منسحب، ما بيتكلمش، غالبا ما مفيش رد فعل، وممكن جدا يسيب الخناقه ويمشي، يتجنب. في تبادل وتوفيق بقى ما بين القابلز بقى. يا اما الاثنين يكونوا النوع الاولاني بيتهاجموا طول الوقت، ودي بنسميها حلبة الملاكمة. الاثنين عاملين يخبطوا في بعض لحد ما ينهكوا بعض، وبعدين يرجعوا تاني نفس القصه، خبطوا في بعض لحد ما ينهكوا بعض طول الوقت. خلاص دلوقتي ما عادش حد فينا شايف حاجه ايجابيه للتاني،
كل حاجه سلبيه، كل مواقف سلبيه، حتى الايجابي اللي كان موجود قبل كده اتمسح واختفى، ما انتش فاكر له حاجه اصلا عشان تخلي تهديني من ناحيته او تخليني راجع موقفي ده تاني، وطول الوقت رد فعلي جاهز ان انا بهاجم على طول. الاثنين اون فاير، في اقل من لحظه الوضع بيشتعل. هو على اي حاجه. لو الاكل ناقصه ملح مثلا، لو انا جالي تليفون وما ردتش، اي حاجه، بص اي سبب على طول يبقى ده يعني زي ما يكون كده يعني ايه مثير، يروح مطلع لي التفاعل ده كامل. ما عادتش الحكايه ان الاكل ناقصه ملح، لا ده انا انت مش مهتم اصلا اكل ولا ما اكلش. هو شوف بقى، حط اتهامات زي ما انت عايز، ما خلاص بقى ما انت شايف حاجه ايجابيه. الناحيه الثانيه ما انا رنيت عليك انت ما ردتش. الناحيه الثانيه انا رنيت عليك وانت ما ردتش. ممكن يكون في اسباب كتير انه ما يردش، بس خلاص يعني الحكايه بقت واحده قصاد واحده. النمط الثاني يكون واحد كده اللي هو المهاجم المتطلب الناقد اللي اللوامه، والنمط الثاني اللي هو اللي ساكت ومنسحب وما بيتاثرش. الاولاني عمال يصرخ علشان يلاقي رد فعل، والتاني مش عايز يرد عشان خايف لانه لو رد ممكن الدنيا تقع. فده مش لا ملبد لا مدبه لا ده ملبه، كل واحد فيهم حاسس ان هو وحيد مهمل حزين مفيش حد مهتم بيه. الاثنين يعني في الاخر الاثنين طلعوا واقفين في نفس المنطقه بالظبط، بس هم مش شايفين. لا يعني لا ده عارف عن ده عنه كده ولا ده عارف عنه لا، ما يعرفوش. الاثنين خايفين والاثنين مرعوبين والاثنين حاسين ان هم لوحدهم، واللي بيهاجم ده بيهاجم عشان نفسه يسمع من التاني كلمه تهديه او تقول له لا احنا مكملين او تطمنه، والتاني خايف يفتح بقه لحسن الدنيا تبقى اوحش من اللي عليه، فتقع خالص. ما انا ما عنديش يقين حتى ان هو كلمت ان انا هقدر اشبع رغباته. انا مرعوب ان انا اعمل اي رد فعل يجيب تاثير عكسي، فبسكت. والسكوت بيترجم انه تخلي. بالظبط، مهمل، انا مش ما بيعبرنيش، مش مهتم بيا. والهجوم اللي هو فيه استغاثه بيترجم انه بيجرحني وبيتطاول عليا. وكل واحد بيختار نمط بناء على شخصيته، بناء على تربيه، يعني نمط نموه في الحياه والحاجات دي كلها، يبقى النمط بتاعه اللي هو يليق عليه هو كشخص. في نمط ثالث بقى اللي هو الاثنين يكونوا المنسحبين اللي مش رد فعل، اللي هم الهاديين دول، بيبان ان هو يعني شيك وان هو مفيش فيه عدوانيه وان هو الناس دي محترمه وهاديه، لكن هو في الحقيقه مفيش علاقه. وكل شويه المسافه بتبعد، وكل شويه الجدار اللي بيتبنى ده بيزداد سمكا وبتتقطع الحاجات، بس مفيش حاجه اسمها كده ايه تسيير الاعمال. ان احنا المشاكل اليوميه والاحتياجات البيت واحتياجات الاولاد والحاجات دي كلها هنمشيها، لكن تقريبا مفيش علاقه بين الاثنين. حتى العلاقه الحميمه بتبقى قليله ونادره، ولما بتحصل بتبقى يعني زي ما يكون كده تأدية واجب، فاتره ملهاش طعم. وده بيبقى نسبه الانفصال بدول ممكن تكون اقل، الانفصال اللي هو الرسمي او الطلاق يعني. لكن هو انفصال الحياه. وساعات بقى بتحصل حاجه كده ان هم بعد ما يربوا اولادهم وبعد ما تعدي ويبقوا كبار في السن كده ينفصلوا، لان ما عادش في حاجه تلمهم، ما عادش في حاجه هم يكملوا عشانها. هو اصلا ما كانش في حياه اصلا غير ان احنا كنا مثلا المشروع ده بنكمل فيه، اللي هو تربيه الاولاد وعايزين نكبرهم وعايزين فبنكمل فيه. بعد كده بيواجهوا الاثنين نعيش مع بعض ازاي، ما فيش اصلا ما بيننا وبين بعض علاقه. ونكتشف ان ده ما وغالبا ما النوع ده طويلة. كل واحد بيكون نايم في اوضه لوحده وحياته سيستمت على كده خلاص. في خطوره شديده جدا في النوع ده كمان او الانواع دي، ان لو ظهر حد في الحياه بقى هنا بقى في حد في حياه حد فيهم وبدا يحصل انجذاب له، ما انا هلاقي فيه اللي مش لاقيه في بيتي طبعا. ممكن برضه لما اتجوز يحصل نفس الحكايه برضه، بس على االاقل في اللحظه دي ايوه او اللي انا شايفه قدامي ده دلوقتي ان هو لقيت فيه اللي انا مش لاقيه في بيتي. فممكن هنا ساعتها يحصل يا اما علاقات للاسف بره مؤسسه الزواج، او يعجل بالانفصال للارتباط بالطرف الاخر ده. فكل ده بيهز ويضرب في العلاقه الزوجيه، ان في ضغوط من براك كمان عليك انك انت دلوقتي رغباتك مش بقى وجعان واحتياجاتك يعني جعان. فلو حد لقط الحدوته دي
أنا هرجع تاني هنا اقرر اقول انه ده مرعب، لانه برضو احنا بنشوف في شغلنا انه ده بيحصل والناس مش واخده بالها. يعني اقصد اقول انه الناس ما بيبقاش عندها النيه السيئه للخيانه او النيه السيئه للدخول في علاقه بره اطار الزواج، على قد ما ده بيحصل لانه ما كانش فيه انكشاف او ما كانش فيه وضوح اصلا بينهم هما الاثنين. ومفيش قدره على الوضوح. مم. ومش بس مفيش وضوح، مفيش قدره، يعني في يعني الطرفين اللي هم منسحبين دول ما يقدروش يواجهوا بعض، ان كل واحد فيهم حاسس ان التاني اذاه، وفي نفس الوقت برضه بيبقى عنده شعور بالخزي لان هو لم يؤدي ما عليه على الطرف الاخر عشان يشبعه. يعني عنده الاثنين، عنده احساس بالخذلان، وفي نفس الوقت انا كمان ما كنتش كويس وما قدرتش اشبعه وما قدرتش اعمل له احتياجاته. فعندي احساس بالخزي، ودي اللي هيجر منطقه المشاعر السطحيه ومشاعر العميقه. يعني ايه؟ يعني ايه مشاعر سطحيه ومشاعر عميقه؟ بص، في الخناقات اللي حاصله كل الطرفين بيتعاملوا بمشاعر سطحيه، خوف غضب وارتباك وعدوانيه ولوم وانتقاد وكده، ده وعلى ايه الاسباب اللي احنا قلنا عليها دي اللي هي اي سبب، وفاهمين ان هي دي المشكله. لا، مشكله الاثنين عندهم خوف شديد جدا من الفقد ومن الهجر. اللي بيصرخ ويصرخ عشان يلاقي اي رد فعل عشان يطمن نفسه ان لسه الحكايه مكمله، واللي ساكت ساكت علشان ما يبوظش الدنيا. في كمان احساس بالخزي، ان انا ما كنتش ادائي في الحكايه احسن ما يمكن. في احساس بالخذلان، اللي قدامي خذلني. اوكي. فدي المشاعر اللي هي العميقه اللي عماله بتحرك الحكايه من تحت واحنا مش شايفينها. فلازم نبقى فاهمين، يعني ده في العلاج بقى هيبقى لازم الحاجات دي هتتكشف. حلو. قبل ما نروح عند العلاج بقى، ده لسه العلاج ده حاجه يعني. هل هي دي المناطق اللي احنا ناخد بالنا منها ولا لسه في حاجات تانية؟ يعني انا فاكر حاجه كنت بتتكلم معايا، شاورت كده على حاجه اسمها المشاعر الهشه او مناطق الهشه. المناطق الهشه. مناطق الهشه دي مناطق ضعيفه اتكونت جوانا من يعني في تاريخ نمونا قبل الجواز اصلا. قبل الجواز اصلا. اللي الطرف التاني ده ممكن ما يبقاش مسؤول عنها خالص نهائيا ولا دعوه بيها. اوكي. بس هي منطقه هشه اتكونت نتيجه ان احنا ما كناش مشبعين واحنا صغيرين. اللي حوالينا ما اهتموش بينا بما فيه الكفايه. كان في نقد او لوم او رفض او اللي هو ده، فاتكون جوانا المنطقه دي ان انا طول الوقت حاسس ان عندي نقطه ضعف. وساعات بتبقى اكتر من منطقه، بس اصعب حاجه فيهم اللي هي بتتكون نتيجه الايه؟ الرفض والانتقاد واللوم المستمر والتأنيب. المناطق دي اللي ممكن يكون الشريك، يعني ممكن يكون حتى صاحب المنطقه مش عارفها، مش واخد باله منها. انا شخصيا العلاقات العاديه ما بتبقاش باينه، ان احنا العلاقات بتبقى مؤقته او يعني مش مستمره فتره طويله، بحيث والطرف الاخر طبعا اللي متجوز ما يعرفهاش. ما يعرف منين يعني؟ اذا كنت انا ما اعرفهاش عن نفسي، فهو اللي قدامي يعرفها عني ازاي؟ بالظبط. فلما يحصل اي ضغط عليها فجاه الاقي الدنيا ولعت في وشي. لو الطرف الضغط ده، انا ضغطت لحد ما اعرفش هو فيها ايه، يعني انا ما اعرفش اللي حصل ده حصل ليه. فلاقي رد فعل عالي جدا ومش متوقعه. المؤثر ده ممكن يكون كلمه، مشاوره، بصه، نبره صوت، عباره قلتها. يعني كما لو كان مثلا، تخيل مثلا واحد مثلا جلده لسبب ما يعني تتجرح فيه او مثلا اتحرق او فلما انت هتلمسه كده لمسه عاديه خالص، بسيطه خالص كده، هينط من الالم. هي كده بالظبط. ففجاه هتلاقي نفسك قدام تفاعلات سلبيه ضخمه جدا وانت ما تعرفش هي ايه دي. واحيانا بقى للاسف يكون الاثنين عندهم مناطق هشه ويتحصل فيها ضغط في نفس الوقت، في نفس اللحظه. انا هنا بقرا الحكايه دي تخيلت كده كوبايه ميه وبحط فيها قرص فوار وشوف كم البابلز اللي موجوده بقى في الكوبايه. فالاثنين داسوا على بعض في نفس التوقيت، كل واحد داس على التاني في منطقه هشه عنده، فولعت الدنيا ما بينهم. والاثنين خلاص احنا عارفين في مناطق هشه وفي كذا. هل المجتمع بقى بيشجع الناس ان هم لو عارفين عن نفسهم الحاجات دي انهم يقولوها؟
ويعرفوها السبيل الوحيد لتجنبها ايه. نعرف ان الشريك بتاعي يبقى عارف. فهل المجتمع بيشجع بقى ان احنا نقول؟ غالبا ما لا. يعني بيقول لك لا، ما ينفعش تبقى كبير كده وضعيف، وما ينفعش تعرض نقطه ضعفك على الاخر، لان ممكن تستغل ضدك في وقت ما. فبتخبيها. ده طبعا بيخليها طول الوقت مستخبيه وعرضه انها تفجر الموقف في اي لحظه. حلها ان احنا لازم نكاشف بعض بيها. حقل الغاء. ولسه هنا احنا محتاجين انه الشخص اصلا نفسه يكتسب الوعي انه يعرف المناطق الهشه بتاعته اصلا ويقر بيها ويبقى قابلها عشان يعرف يعبر عنها، واعتقد كمان عشان يبقى مقدر ان التاني لما يكون عنده برضه مناطق هشه يقبلها فيه. وده كمان ده فيه مشكله تانية، ان انا ممكن اكون عندي مناطق هشه بس ما اقبلش ان اللي قدامي عنده مناطق هشه ويقع من نظري. لكن لو الاثنين عرفوا وكشفوا بعض واقروا بيها وبداوا يحاسبوا على بعض فيها، اولا لما انا هتعلن هيقل تاثيرها. وانا بحب كده تاثير كده ان ايه، بتفقد سميتها. دي اول حاجه هتحصل، ان حتى لو حصل ضغط عليها مش هيبقى زي الاول. الحاجه الثانيه ان هو هنبقى زي ما يكون كده هم واتزحنا على كتافنا. فهنبقى اكثر ارتياحا. ولما التاني بيعرف ويقبل وده يعرف ويقبل، ما هو ده بقى بدايه ايه، ان يبقى في امان في العلاقه. لما هو عرف نقطه ضعفي وقبلها وانا عرفت نقطه ضعف وقبلت، يبقى ده قبلنا الصعب ده، يبقى هنقبل الباقي. ومادام ساعدنا بعض في دي، يبقى احنا كده فهمنا ان احنا لازم نساعد بعض، ولازم نراعي العلاقه دي، ولازم ان هو نبقى فاهمين انها مش تنجح اوتوماتيك. ده لازم الجهد المبذول بقى والرعايه المستمره علشان الزرعه بتاعتنا دي تكبر وتنمو وتجيب ثمر. فاحنا كده كانه لو احب اوضح كده في اخر حلقه النهارده انه في نمطين. في حته لسه احنا ما قلناهاش، اللي هي اللحظه المربكه. طيب نسمع او يعني نعرف يعني ايه اللحظه المربكه الاول. دي اللي هي ما بيكون في حدث غير اعتيادي بيحصل. زي ايه مثلا؟ اكتشاف مرض خطير. ان الواحد مثلا يعمل عمليه ممكن تكون مهدده للحياه، حاجه صحيه. ازمه ماليه عنيفه جدا تهدد الاستقرار المادي والامان المادي بتاع العيله. مشكله قانونيه ممكن تنتهي بان ممكن يكون فيها مثلا سجن او حبس او كده. فقدان حد قريب جدا او عزيز جدا ليا، خصوصا لو حد من الابناء، حد من الابناء، حد من الاباء، حد من الاخوات، على حسب درجه علاقتك، حد من الاصدقاء حتى ممكن. لا انا اقصد كمان الاحصائيات حتى بتتكلم على انه لما بيحصل فقد الاحد من الابناء غالبا ما العلاقه بين الزوجين بتوصل للانفصال، لانه بيتراكم جواها لوم متبادل بين الطرفين، حتى لو هم مش عايزين يلوموا بعض بس غصب عنهم ده بيحصل. فقد حد عزيز عليا. بالنسبه للمراه، الولاده لحظه فارقه مربكه. الاجهاض لحظه فارقه ومربكه. في اللحظات دي ادائنا فيها بقى حاجه من اتنين: يا احنا متواجدين ومتفاعلين وداعمين وشايلين بجد، يا اما لا، يا نجاح يا سقوط، مفيش فيها وسط. ساعات طب بيجي لذهن الواحد بقى ساعتها، طب والتاني ده ما شالش ليه؟ هل هو متعمد ما يشيلش؟ هل هو يعني اناني واثر نفسه السلامه وركن على جنب؟ ده ممكن يكون كده، بس ممكن يكون هو نفسه مش عارف يتصرف ازاي، فبيدي نصايح معلبه. يعني حد خايف يكون عنده سرطان مثلا ولسه مستني كده، خلاص هنروح لأحسن دكاتره، هنعمل اشعاعات. فين بقى الدفى وفين المشاركه الوجدانيه وفين الحضن وفين الطمانينه وفين؟ ده ما عملش. هو فاهم ان هو كده عمل الصح، اشتغل على الحل وخلاص. هنروح لاحسن دكاتره باحسن مستشفيات ونعمل اي حاجه وهكذا. مفيش بقى الجانب اللي هو الشعور اللي سند بيه ودعم بيه. او ان هو نفسه بقى مرعوب لده يحصل له حاجه فيلوص من غيره بعد كده، فبقى هو نفسه مجمد من خوفه، او بقى مش عارف ان هو يعمل ايه الصح. ما هو موقف انا عمري ما قابلته في حياتي، فمش عارف اعمل ايه. طب انا عملت كده صح، عملت كده صح، وابقى مش عارف ايه، وكان خايف ابقى غلطان، فتربك وقف في مكاني. فممكن يكون في اهمال
ده وارد ان يحصل، ممكن يكون في ده. مم. بس هو ده مشكلته، ان هو بيروح ناقل العلاقه في حته تانية ما قبل الحدوث ده وما بعدها. ده مش زي الانماط العاديه اللي كانت بتحصل قبل كده، لا. مم. ده بيربي جوانا حاجه كده، كل ما اجي اقرب اشوف المنظر الخذلان ده والموقف ده يتجسد قدامي، ما اعرفش اقرب. واحساسي ان انا اتبعت في لحظه ضعف حقيقيه واحتياج حقيقي لدعم الشخص ده، وان ما لقيتوش بيخليني مش واثق نهائيا ان انا في اي لحظه ممكن اخد منه الدعم ده ومش هحط نفسي في الموقف ده تاني خالص. مم. ما هو ده الاحساس بالخذلان بقى. مم. ان انا لا، انا وعدت نفسي ان انا حتى لو محتاج لك جدا مش هلجأ لك، ومش هأعلن ده، ومش هقدر استقبل ده منك، ان ما كنتش امن ان انا اتعرق قدامك التعريض دي تاني. مم. فدي برضو اصلاحها مختلف عن الاصلاح الاولاني، مم. محتاج شغل تاني خالص. يعني احنا كده عندنا انماط سلبيه، وعندنا مشاعر هشه، مناطق هشه، وعندنا لحظات مربكه او مواقف مربكه. محدش قال لنا على الحاجات دي قبل ما نتجوز ليه؟ ما هو لازم الحاجه دي ما تستخبيها عشان تتجوز، عشان نتجوز. عشان تدخل الجواز هو انت لو حد قاعد يقول لك بقى ده في وفي 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 وفي، هتقول لي طب انا يعني هتفكر 100 مره، وانا هعمل ايه في الليله دي كلها بقى كده؟ ولا بالعكس، يعني انا ما خلاص يا جماعه، انا كده كويس. او هقول بقى ان انا اللي جامد قوي وهدخل برضه ومش هيحصل لي الكلام ده. ما هو غالبا ما احنا مش هنصدق، غالبا ما حتى لو اتقال لنا كده مش هنصدق. بس هنا مهم، ده دورنا بقى احنا بقى، نبقى في ثقافه ووعي للناس، مش بطريقه طفش. لا، يعني لازم واحنا بنقول ده ليهم يبقى عندنا الحلول اللي احنا نقولها لهم، او ازاي نتعامل مع الحاجات دي. يعني مش نرمي مشكله في حبهم ونسيبهم وخلاص، لا. ده يبقى مع ده. ما احنا مش هنعمل كده. لا مش هنعمل كده. بالظبط. في تطمينات ان في حلول لده. طيب انا هطمن الناس وهنقول ان احنا المره الجايه هنتكلم اعتقد على التطمين من خلال العلاج، انه كل المشاكل دي في علاج، في حاجه اسمها علاج زواجي. بالظبط. شكرا. العفو. شكرا دكتور اشرف.